ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده اهم فيديو بالنسبه لي في افنجرز دومزداي، لان النهارده هنتكلم عن الاكس مان. لاول مره الاكس مان بيدخلوا معانا في الام سي يو وهيظهروا معانا في فيلم افنجرز دومزداي. فالنهارده هفصص لكم افلام اكس مان كلها من اول ما نزلت لحد اخر فيلم، من اول سنه 2000 لحد 2026. 26 سنه عايشين في عالم الاكس مان، بمعنى اصح يعني لو هنحسبها بالظبط 19 سنه، لان اخر فيلم نزل في 2019. وبعد كده بدانا نشوف الاكس مان يظهروا واحده واحده في الام سي يو. اولهم كان وولفرين في ديدبول اند وولفرين. الفيديو ده متقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاول ترتيب افلام اكس مان بنزولها، يعني من اول ما نزلت لحد اخر يوم، عشان تعرفوا الترتيب اللي تتفرجوا فيه على افلام اكس مان كلها. وهنحكي قصه التايم لاين كله بتاعت ايرث 10005، وده الارث او المالتيفيرس او العالم بتاع الاكس مان. واخر جزء هو اهم جزء بالنسبه لي في الفيديو النهارده، لان على فكره انا اكتشفت بعد ما رجعت اتفرجت على افلام اكس مان كلها. انا اتفرجت عليها وانا صغير، وبعد كده رجعت من بالظبط اسبوع اتفرجت على افلام اكس مان كلها بالمسلسلات بكل حاجه، واكتشفت حاجه مهمه جدا بتشرح عوده فيكتور فان دوم. عودته، وبمعنى عودته هنا انا بتكلم عن توني ستارك اللي هيظهر في شخصيه فيكتور فان دوم، وان السبب الرئيسي في وجود توني ستارك كفيكتور فان دوم في العوالم دي كلها وفي عالم ام سي يو هم الاكس مان. والثيري بتاعتي دي اتثبتت 100% واتاكدت 100% ان هي صح لما شفت التريلر بتاع اكس مان اللي نزل. طيب هشرح لكم ازاي الاكس مان هم السبب الرئيسي والوحيد، هو مش الوحيد بس هو السبب الرئيسي لوجود توني ستارك كفيكتور فان دوم. بس قبل كل ده لازم نشرح قصة اكس مان كلها. وهنبدأ بقى بأول فيلم ظهر معانا هو اكس مان 1 أو اكس مان اللي نزل في سنة 2000. هنا بنبدأ الحكاية وبنتعرف على وولفرين وروج، وهم بيدخلوا مدرسة بروفيسور اكس. وبروفيسور اكس ده كأنه الجاد فاذر، كأنه أول شخص في الميوتنتس اللي بجد كان عايز يسحبهم ويدربهم ان هم يستخدموا قوتهم لحاجات كويسة. صاحبه صديقه شيء عمره ماجنيتو كان تفكيره العكس. وركزوا معايا كويس قوي في النقطة دي. في اكس مان اول اكس مان اهو، الشخصيتين بتوع بروفيسور اكس وماجنيتو هم اصحاب، ولكن واحد عنده فيجن والتاني عنده فيجن تاني خالص. واحد عايز يساعد الميوتنتس ان هم يتعايشوا مع البشر، وواحد عايز الميوتنتس يكونوا اقوياء ويتحكموا في العالم ويكونوا هم الوحيدين اللي عايشين في العالم. ماشي، دي الشخصية بتاعت الاتنين دول، علشان في حاجات هتتغير قدام هنركز فيها كويس قوي، هتكون سبب في شوية تغييرات. بعدها ب3 سنين على طول نزل لنا فيلم اكس 2. هنا بقى شفنا الانترودكشن بتاعت شخصية جديدة اسمها ويليام سترايكر، وده فيلن في عالم الاكس مان اول ما نتعرف عليه في تاني فيلم لاكس مان، وهو شخصية هيظهر معانا في الافلام اللي جاية كتير. هو بشري عادي خالص، وابنه كان ميوتنت، ووصل ابنه لبروفيسور اكس عشان بروفيسور اكس يساعده، ولكن بروفيسور اكس معرفش للأسف يساعده ورجعه تاني للبيت. قال له أنا مش هاخده عندي في المدرسة. ولما رجع تاني البيت، ابن ويليام سترايكر راح قتل مامته، قتل مراته. ومن هنا ويليام سترايكر اتجنن خلاص، وكان بالنسبة له عايز ينهي عالم الميوتنتس دول كلهم، عايز ينهي أي حد عنده قوة خارقة، وكان عايز يعمل ده بجهاز سيريبرو، الجهاز اللي بيستخدمه بروفيسور اكس عشان يتواصل مع كل الميوتنتس وكل البشريين. سرقوا من المدرسة بتاعته، وفي الآخر بيضطروا الإكس مان إن هم يتحالفوا مع ماجنيتو ومع الميوتنتس التانيين عشان يتغلبوا على جيسون سترايكر وأبوه ويليام سترايكر. وهنا بقى بنشوف واحدة من أهم المواجهات اللي احنا بنشوفها ما بين وولفرين وويليام سترايكر، وبيبان كده بقى إن هم كانوا عارفين بعض من زمان، بس احنا في الفيلم ده ما نعرفش إمتى وإزاي وليه. بعدها بندخل على اكس مان ذا لاست ستاند اللي نزل في 2006. هنا بقى بيكشفوا علاج الميوتيشن، بيبقى فيه علاج يقدر يحولك من ميوتنت لبشري عادي خالص يشيل قواك كلها. وجين جراي بترجع هنا كمان في الفيلم ده، هي كانت ظهرت معانا في اكس 2 وبترجع تاني في اكس مان ذا لاست ستاند، ولكن هنا بقى بترجع بشخصية شريرة، شخصية قوية جدا واسمها فينيكس. في الاخر وولفرين بيضطر هنا يقتلها مع انه كان بيحبها جدا. وهنا بقى جين جراي قتلت سايكلوبس. هنا كانت نهاية سايكلوبس، وهنا كانت نهاية جين جراي. جين جراي قتلت سايكلوبس، وولفرين قتل جين جراي. كده المفروض سايكلوبس وجين جراي ما يظهروش معانا في افلام اكس مان اللي جايين كلها،
بس طبعا مفيش مستحيل هنا في اكس مان ولا في مارفل. وده بقى هنا كان الجزء الاول، دي نهايه الجزء الاول من عالم اكس مان، دي كانت التريلوجي، اول 3 افلام يظهروا معانا لاكس مان. الجزء الثاني بقى بيركز على حاجه مهمه قوي، انا كنت شرحها لكم قبل كده واتكلمت فيها كذا مره، الا وهي اهتمام اكس مان واهتمام يعني فوكس ومارفل بشخصيه معينه كل شويه عماله تتعاد وتبقى مهمه جدا، وهو مين؟ وولفرين. لان في خلال 4 سنين بس وولفرين ظهر معانا في 3 افلام ورا بعض، بدايه ب اكس مان اوريجينز وولفرين. هنا بقى بنتعرف على ماضي وولفرين وازاي كان عارف ويليام سترايكر، وان ويليام سترايكر هو الشخص اللي حط جواه الادامانتيوم، والادامانتيوم ده اقوى حديد في العالم، في عالم مارفل طبعا. ومن بعد ما اتحط فيه الادامانتيوم فقد ذاكرته تماما، عشان كده ما كانش فاكر ويليام سترايكر ده خالص. وولفرين ما تنسوش ليه أهمية قوي هنا في العالم ده، وده اللي انا كنت عمال اقوله زمان ومحدش كان مصدقني لحد ما فيلم ديدبول اند وولفرين نزل وعرفنا اهميه وولفرين. وهبقى ارجع اقول لكم فيلم اكس مان اوريجينز وولفرين نزل في 2009، وبعدها على طول في 2011 نزل لنا اكس مان فيرست كلاس. اسمه اكس مان فيرست كلاس، يعني بنرجع بالزمن لورا للستينات وبنشوف ازاي تشارلز اكزيفير وماجنيتو اللي اسمه اريك لانشر كانوا صحاب كويسين جدا وبنوا اصلا المدرسه دي سوا. وايه بقى اللي خلاهم يبقوا اعداء كده في الاخر؟ ان واحد كان دايما بيشوف الكويس في الميوتنتس والحاجه الكويسه في البشر، والتاني ماجنيتو من كتر الكره اللي جواه والريج اللي جواه والعصبيه اللي جواه والكره اللي جواه قلب على الناس كلها. الفكره بقى ان هنا تشارلز اكزيفير عرف يتحكم فيه وقال له، علمه ان انت مش محتاج تستخدم العصبيه بتاعتك عشان تطلع قوتك، انت ممكن تستخدم حاجات تانية في مخيلتك وحاجات تانية في جسمك علشان تستخدم القوه بتاعتك، مش لازم تبقى دايما مبنيه من عصبيه، عشان لو هي مبنيه من عصبيه ومبنيه من كره انت هتدمر ناس كتير وهتقتل ناس كتير انت ما كنتش عايز تقتله. نخش على الفيلم اللي بعده ذا وولفرين 2013، وده بقى بجد واحد من اجمل الافلام سلسله اكس مان كلها، لانه انت بتتفرج على فيلم وولفرين فعلا كانه مسحوب من الكوميكس. بتتفرج على وولفرين فين؟ في اليابان. ايه يعني ايه في اليابان يا عمر؟ ايوه زي ما انا بقول لك كده بالظبط، في اليابان. وهنا بقى احنا مش بنرجع بالزمن لورا، ذا وولفرين مكمل على اخر فيلم اكس مان احنا كنا بنتكلم عنه، مش اكس مان فيرست كلاس لان فيرست كلاس كان بيرجع بالزمن لورا، كنا بنتكلم على اكس مان ذا لاست ستاند، الفيلم اللي وولفرين قتل فيه جين جراي. طب ليه ده مهم؟ علشان الفيلم ده بيكمل على الاحداث دي. وولفرين بطل يبقى وولفرين وخلاص ما بقاش بيساعد اي حد، وفجأة بتظهر قدام واحدة بتقول له في شخص ما عايز مساعدتك وعايز يشوفك في اليابان، انت تعرفه وهو يعرفك وانتوا صحاب كويسين قوي. ويكتشف بعد كده وولفرين ان الشخص ده فعلا كان يعرفه هو من زمان وبيروح له. وهنا بقى بيظهر معانا لقطات من جين جراي. جين جراي بتظهر في الفيلم هنا، ولكن هي مش بتظهر بشخصيتها، هي بتظهر كروح وماشيه ورا وولفرين في كل حته، ماشيه ورا لوجن بتعذبه ومحسساه دايما بالذنب ان هو قتلها مع انه هو كان بيحبها. والفيلم هنا بقى بينتهي بكريدت سين بتعرفنا ان في مصيبه جايه وان الاكس مان محتاجين مساعده وولفرين. ده الجزء الثاني من عالم اكس مان. نخش بقى على الجزء الثالث، وهنا بتبدا بدايه فيكتور فان دوم. قبل ما اشرح لكم بقى ازاي بتبدا معانا هنكمل السلسله عادي خالص، وبعد كده نرجع ونشوف اذا كنتوا انتوا كمان لاحظتوا زي ما انا لاحظت ولا لا. X-Men Days of Future Past ده بقى فيلم الماستر بيس بتاعت السلسله كلها، بتاعت العوالم دي كلها، بتاعت الافلام دي كلها. عالم X-Men ده احلى واقوى فيلم انا شفته في الافلام كلها، وهو برضو اهم فيلم، وهو الفيلم اللي احنا هنرجع له. بنبدا في الفيلم قدام، سنين قدام، بنتكلم في المستقبل. فجأة الإكس-مان بيحاربوا حاجة اسمها السنتينلز، والسنتينلز دول عبارة عن روبوتس بيعرفوا على طول أماكن أو بيعرفوا يفرقوا ما بين الميوتنتس والبشر، وبيجروا ورا الميوتنتس، وكمان بيعرفوا ياخدوا القوة بتاعتهم ويقلبوها عليهم ويموتوهم. ده الأوبجيكتيف بتاعهم، إن هم طول الوقت بيدوروا على الميوتنتس عشان يقتلوهم، عشان يمحوهم خالص من الكوكب ده. هنا بقى بنشوف بروفيسور إكس تشارلز اكزيفير معاه ماجنيتو ومعاهم وولفرين، وبيقابلوا شوية ميوتنتس وبيحاولوا يحاربوا السنتينلز، لحد ما بعد كده بيكتشفوا انه لازم يرجعوا بالزمن لورا عشان يوقفوا صناعة السنتينلز. طيب صناعة السنتينلز دي جت ازاي اصلا وحصلت ازاي؟
صناعة السنتينلز دي حصلت عند توقيت معين، مشهد معين حصل، هو ده اللي غير المستقبل كله، وهو مشهد ريفن وهي بتقتل الشخص اللي كان عنده فكرة السنتينلز. طب ازاي يا عمر هي بتقتل الشخص اللي عنده فكرة السنتينلز وبرضه السنتينلز دول اتعملوا؟ لان هي لو ما كانتش قتلته الفايلز بتاعت السنتينلز دي ما كانتش هتروح لامريكا، وامريكا ما كانتش هتكمل في الخطة بتاعت ان هم يصنعوا سنتينلز وان هم ينهوا الميوتنتس كلهم، فبيضطروا يرجعوا بالزمن لورا. ومين الشخص الوحيد اللي عنده القدرة ان هو يرجع بالزمن لورا من غير ما يتأثر ومن غير ما جسمه يتأثر؟ هو وولفرين. وفعلا بينيموا وولفرين، وروج هي الشخصية الوحيدة اللي بتعرف ترجعه بالزمن لورا، وفعلا بتعمل كده وبترجعه بالزمن لورا، وبيرجع بيشوف تشارلز إكزيفير وهو بيشرب ومش مهتم بحياته ومش عايز أصلا يكمل في المدرسة اللي هو كان بيبنيها، وبنشوف ماجنيتو محطوط في سجن. وهنا بقى بنقابل لأول مرة كويك سيلفر، وبنكتشف بعد كده إن كويك سيلفر أصلا ابن ماجنيتو. ناس كتير قوي ما كانتش اصلا تعرف المعلومه دي، لان في ناس كتير قوي ما اتفرجتش اصلا على افلام اكس مان. بس اللي بنكتشفه هنا ان كويك سيلفر فعلا هو ابن ماجنيتو. وهنا بقى بنشوف واحده من اقوى اللقطات اللي احنا كنا دايما بنشوفها كميم، بنشوفها مثلا في تيك توك، بنشوفها مثلا في انستجرام. هي اللقطه بتاعت كويك سيلفر وهو بيجري وبياكل الشيتوس وبيلف حواليهم. واحده من اقوى اللقطات السينمائيه اللي مارفل عرفت تعملها او فوكس عرفوا يعملوها. وفي الاخر فعلا بينقذوا ماجنيتو، بيطلعوه من السجن ده، وبيستخدموا ماجنيتو وتشارلز إكزيفير ان هم يروحوا يوقفوا ريفن. وريفن ميوتنت بتعرف تقلد، يعني تعرف تغير شكلها وتغير جسمها كله لشخص ما بشكله وبصوته، فبتدمج نفسها وسط الناس اللي حواليها. هنا بقى بيحصل بلوت تويست. بعد ما بيوصلوا هناك في معلومة مهمة قوي لولفرين، انه ما ينفعش ابدا ابدا يجات روكي. هما كانوا بيقولوا له دايما دونت جيت روكي، يعني من الاخر خالص ما ينفعش تحرك جسمك كتير ولا تتخانق ولا تعمل اي حاجة، لان مخك هنا هيتأثر باي حاجة ممكن ترجع بالزمن لقدام. فحاول دايما ما تدخلش في اي حرب. ولكن طبعا العكس بيحصل. هنا بقى ماجنيتو شخصيته الحقيقية بتظهر، وبيحاول يقتل مين؟ ريفن نفسها. بيقول احنا لو قتلنا ريفن التفكير بتاعنا ده احنا مش هنخاف من ريفن خالص، ان هي ممكن تقتل الشخص ده وتبني اليونيفرس اللي ممكن يتبني فيه السنتينلز وننتهي. وفجأة بقى بيظهر قدام كل الناس على التلفزيون وجود ريفن، وجود الميوتنتس كلهم بيتصوروا على التلفزيون، واتعرفوا خلاص وجودهم مع انهم كانوا دايما مستخبيين. هنا بقى المصيبة ان في شوية نقط دم وقعت من ريفن في الشارع، وهي اصلا هم مش محتاجين غير الدي ان ايه بتاعها، يعني هم محتاجين الدي ان ايه بتاع ريفن. عشان كده ماجنيتو قال احنا لو قتلناها هم مش هيعرفوا ياخدوا الدي ان ايه بتاعها، فهم مش هيعرفوا يعملوا السنتينلز. هم عايزين ريفن عشان يبنوا السنتينلز، فطول ما ريفن عايشه طول ما احنا خايفين من السنتينلز دي تتعمل. وهنا بقى بنشوف واحده من اجمل المسجات او من اجمل الجمل اللي احنا سمعناها من بيست. زي ما احنا عارفين بيست ظهر معانا في الام سي يو لاول مره في ذا مارفلز، يعني خلاص عالم الاكس مان بدأ يدخل معانا في مارفل. هنا بقى الجملة الجميلة اللي هو قالها اللي احنا هنرجع لها، وهي جملة مهمة جدا. قال لتشارلز إكزيفير مش ممكن بعد كل المحاولات اللي احنا عمالين بنعملها، ان هم عملوا محاولات كتيرة قوي ان هم يوقفوا ريفن ان هي تقتل الشخص اللي عايز او الدكتور اللي عايز يبني السنتينلز. فقال له مش ممكن دي تكون absolute point، حاجة زمنية لازم دايما تحصل. يعني وولفرين ده اللي جاي لنا من المستقبل وبيقول لنا انه عايز يغير في الماضي، لو غير في الماضي هيغير في كل حاجة حصلت في المستقبل، كل حاجة حصلت قدامها هتتمسح وهتتغير. فمش ممكن مثلا حتى لو عملنا ايه في الدنيا دي كلها الابسولوت بوينت دي هي اللي تحصل. وكلامه على فكرة صح 100%. لو في حاجة معينة لازم 100% تحصل فهي هتحصل مهما كان بأي طريقة. النقطة دي هنرجع لها قدام، افتكروها. هنا بقى بنكمل عادي، وفي الآخر بنكتشف إن في مشهد جميل جدا بيحصل. ماجنيتو بيتحكم في السنتينلز، مش السنتينلز حقيقيين، إن هم كانوش عملوا السنتينلز بجد، هم كانوا عملوا شوية روبوتس بيعرفوا يفرقوا ما بين الميوتنتس والبشر اللي هم السنتينلز، ولكن دول ما كانوش السنتينلز اللي احنا شفناهم في المستقبل في Days of Future Past. دي كانت سنتينلز لسه ضعاف، كانوا لسه يعني فيرست اديشن من زي ما بنسميهم. وماجنيتو هنا كان بيتحكم فيهم، وفي الاخر وراهم
ورى البشر كلهم بصوا يا جماعه السنتينلز دي ممكن لو انا اتحكمت فيهم ممكن يعملوا ايه. فدي مش فكره حلوه انك تبنوا سنتينلز وممكن تدمر العالم. في نفس الوقت ريفن في البوينت اللي هي ماسكه فيها المسدس بتاخد القرار انها تنزل المسدس وفي الاخر ما تقتلش الدكتور اللي بنى السنتينلز. هنا بقى التحويله اللي بتحصل، التغيير اللي بيحصل في المالتيفيرس. فجاه بعد ما رجعنا للمستقبل وشفنا ان السنتينلز خلاص بيهجموا على تشارلز اكزيفير وماجنيتو وولفرين وكل الناس بيهجموا عليهم هيقتلوهم، فجاه كل حاجه بتتمسح وبنشوف وولفرين الشخصيه الوحيده اللي عارف كل اللي حصل ده. لان على فكره هو الشخصيه الوحيده اللي هيفضل عارف، لان هو الشخصيه الوحيده اللي رجع بالزمن لورا، طلع قدام، الميموري بتاعته ما بتتاثرش. وفجاه بيشوف جين جراي قدامه، وبيشوف سايكلوبس، وبيشوف شخصيات الاكس مان كلهم في المدرسه رجعوا من الحياه تاني، او بمعنى صح رجعوا من الموت. يعني انت هنا يا وولفرين غيرت في المالتيفيرس، غيرت حاجه زمنيه خليت في حاجات كتيره جدا تتغير. اولا كل افلام الاكس مان اللي حصلت قبل كده انسوها، ما حصلش منها ولا اي حاجه. جين جراي عمرها ما كانت فينيكس، وعمرها ما قتلت سايكلوبس، وسايكلوبس عمره ما مات، وجين جراي عمرها ما ماتت على ايد وولفرين. وهنا بقى بنسمع حاجه اسمها ريبوت. اول مره نسمع عن حاجه اسمها ريبوت، يمسحوا كل حاجه حصلت ويعملوا ريبوت من اول وجديد. الفيلم ده لو هتتفرجوا على الافلام كلها بتاعت اكس مان بالترتيب ده لازم يكون اخر فيلم، لان كل الافلام اللي احنا هنتكلم عليها قدام دلوقتي حصلت قدام، دي حصلت قبل اكس مان دايز اوف فيوتشر باست. مركزين معايا؟ يعني اكس مان دايز اوف فيوتشر باست ده اخر فيلم. كل الحاجات بقى اللي حصلت في الافلام دي كلها اتمسحت اصلا، مش موجوده. اتمسحت ازاي؟ بالفيلم ده لما رجعوا بالزمن غيروا عملوا كل بقى الافلام اللي حصلت اللي فاتت دي واللي هتحصل قدام، لان اللي هتحصل قدام دي كلها فلاش باك. زي اكس مان ابوكاليبس اللي نزل في 2016، وده الفيلم اللي بيظهر معاه فينا شخصيه اسمها ابوكاليبس، وفي الفيلم ده في ناس بتموت. فهرجع واقول لكم الناس اللي بتموت في الفيلم ده او الناس اللي ما بتكملش حياتها او هي ما ماتتش، لان هي هترجع تاني في فيلم اكس مان دايز اوف فيوتشر باست. هنا بنشوف واحده من اقوى الشخصيات اللي موجوده في الفيلنز بتوع اكس مان ابوكاليبس، وهو ابوكاليبس ميوتنت جاي من تاريخ مصر. ومين اللي بيلعب الشخصيه دي؟ اوسكار ايزاك. على فكره يا جماعه اوسكار ايزاك ما ظهرش في مارفل غير في شخصيتين بس، مون نايت وابوكاليبس، شخصيتين اتنين من مصر. يعني ما لعبش في حياته غير شخصيتين من مصر، واحده فيلن وواحده مش هيرو، انتي هيرو. دي حاجه كده جميله انا اول مره الاحظها. عامه الفيلم كله جميل وحلو، وانا مش هحرق لكم فيه اي حاجه لان هو ما فيهوش حاجه تتحرق. هو فايت جميله بتحصل، بنفهم منها قوه تشارلز اكزيفير، بنفهم منها حاجات كتير. بس في اخر الفيلم هي اهم حاجه ان احنا بنشوف قوه جين جراي، ان هي قويه جدا، واحده من اقوى الاكس مان اللي احنا هنشوفهم في عالم الاكس مان ده اصلا. طبعا في نفس السنه دي نزل فيلم ديدبول 2016. فكره بس هنا ان في شويه هنتس بنتكلم فيها عن تشارلز اكزيفير، بنتكلم فيها عن الاكس مان، ولكن ديدبول عمره ما بيقابل تشارلز اكزيفير، عمره ما بيروح المدرسه، عمره ما بيقابل الاكس مان. هو ماشي معاهم في المالتيفيرس بس ما بيتعاملش معاهم قوي لانه ما بيتعاملش معاهم اصلا. فيلم لوجان 2017 في المستقبل البعيد في 2029 الميوتنتس تقريبا انقرضوا، وولفرين كبر وعجز وبطل يبقى وولفرين وشغال سواق على عربية ليموزين. وهنا بيظهر شخصية جديدة اسمها X-23، وبنكتشف ان X-23 دي معمولة من الدي ان ايه بتاعت وولفرين، وهي بنت وولفرين. واول ما بيشوفها بيحاول يحميها من مين؟ ويليام سترايكر. تاني ويليام سترايكر رجع تاني. طب ازاي يا عمر مش ويليام سترايكر مات؟ ايوه ما هو مات، بس حاجه كده بقى من ريحته. ابنه دكتور زاندر رايس بيحاول يبني فريق اكس مان، ولكن بيبنيهم ان هو يتحكم فيهم. وفجاه بيعمل X-23 من الجيناتكس او من جينات وولفرين، وفعلا بيعرف يعملها، ولكن بتهرب من المعمل بما فيهم شويه ميوتنتس برضو كمان اتعملوا في المعمل ده وبيحاولوا يهربوا. وولفرين هنا بيحاول يساعدهم ان هم يهربوا. في الاخر وولفرين عشان كبر وعجز وما كانش مهتم بأي حاجة ضحى بنفسه. ضحى بنفسه ازاي؟ خد سيرم. السيرم ده المفروض ما ينفعش ياخده كله على بعضه، بيديله طاقة مهولة وبيفوقه جدا، ولكن بيوقف الهيلينج فاكتور اللي عنده. يعني هو لما
بيهيل كده اي حاجه في جسمه، الانبوبه دي لوحدها تخليه ما يعرفش يهيل اي حاجه. بينتهي الفيلم فعلا بموت وولفرين، اول مره نشوف ان وولفرين ممكن فعلا يموت، وفعلا مات. بعدها بقى في 2018 بيظهر معانا فيلم ديدبول 2، ولكن الفيلم ده مش مهم قوي برضه، هي فيلم عادي لشخصيه ديدبول. الحاجه الوحيده اللي ممكن ناخدها من الفيلم ده ان في شخصيه اسمها كيبل بيعرف يسافر عبر الزمن، ودي برضو نقطة مهمة جدا، لأن السفر عبر الزمن ده هو مصيبة أصلا البلاوي اللي عمالة بتحصل في مارفل كلها. تخش بقى على الفيلم اللي بعده 2019، فيلم دارك فينيكس. بيعيدوا هنا بقى حكاية وقصة فينيكس، بيعيدوا قصة جين جراي إن هي قلبت فينيكس، ودي الشخصية الفيلن بتاعتها اللي بيها بتقتل كل الأكس مان وكل الناس اللي كانوا كويسين في حياتها. فشخصية فينيكس دي ظهرت معانا مرتين، مرة قبل الريبوت ومرة بعد الريبوت. وبعد الريبوت احنا شفنا ريفن ماتت على ايد دارك فينيكس. فدي بقى نقطة برضو absolute point. يعني ايه يا عمر؟ يعني برضو حتى لما رجعوا بالزمن لورا ومفروض خلاص جين جراي كده دلوقتي، وولفرين رجع للمستقبل تاني، لا جين جراي خلاص عايشة وهي ما قلبتش مجنونة وما قتلتش في الناس، وسايكلوبس عايش. وبرضه بعد ما احنا رجعنا للمستقبل وهي ما قلبتش فينيكس، برضه بترجع تاني تقلب لشخصية فينيكس. يعني دي absolute point، حاجة زمنية، حاجة موجودة في الزمن لازم تحصل، مهما غيرت في الزمن ده، مهما اتشقلبت فوق دماغك، الحاجة دي لازم تحصل، وفعلا حصلت. بعدها في سنة 2020 نزل ذا نيو ميوتنتس، ولكن ده اتسرعوا فيه قوي ونزلوه بسرعة وملوش اي 30 لازمة ووحش جدا، لانه وقتها برضو كان كورونا وما كانش حد ملاحق ان هو يركز في افلام او يركز في حاجة، فنزلوه كده وخلاص. بعدها بيظهر معانا ديدبول اند وولفرين، الفيلم الثالث لديدبول، والاول مرة بيظهر معانا شخصية من الاكس مان مع ديدبول. هنا بقى ديدبول بيقابل التي في اي وبيدخل في الام سي يو وبيقول ان هو عايز يدخل الافنجرز، بيعمل ابلكيشن ان هو يدخل في الافنجرز. وهنا بقى بنكتشف ان في حاجة اسمها الانكر بينج. الانكر بينج دي شخصية موجودة في عالم، لو الشخصية دي ما بقتش موجودة او ماتت العالم ده بينتهي. وعالم الاكس من بدأ ينحدر وبدأ ينتهي بموت وولفرين، لان وولفرين كان الانكر بينج بتاع العالم ده. فراح لف في المالتيفيرس كله وراح جاب لك وولفرين من ناحية تانية وجابه في اليونيفرس ده علشان يفضل معيش اليونيفرس ومخليه عايش. فكرة هنا بقى وولفرين قال جملة جميلة جدا او جملة وحشة جدا، قال لاكس 23 لانه هو قابل اكس 23 في الفيلم ده، قال لها انا كل الاكس من ماتوا، كل الاكس مان ماتوا وانا ما عرفتش اساعد منهم اي حد. هنا بقى النقطه، هل ده ممكن يحصل؟ هل اللي كان بيحكيه وولفرين ده ستيل ممكن يحصل قدام على ايد مين؟ دكتور فان دوم. ده غير كمان ان هم راحوا في حاجه اسمها ذا فويد. ذا فويد دي مكان بيرموا فيه الشخصيات اللي بتبوظ في المالتيفيرس، تي في اي بيرموهم هناك. وهناك شفنا صوره لسيكريت وورز، شفنا صوره للكوميكس بتاع سيكريت وورز، وهو ده المكان، ذا فويد ده هو ده المكان اللي هيستخدمه دكتور فان دوم علشان يبني الباتل وورلد بتاعه. باتل وورلد دي مكان فيكتور فان دوم بيختاره علشان يجمع فيه شخصيات مارفل كلها جوه العالم ده، ويمسح بقى العوالم التانية دي كلها ويبقى هو الكينج بتاع العالم ده. وباتل وورلد هيتعمل فين؟ في ذا فويد، في المكان ده. واخيرا وليس اخرا، احنا كده انتهينا بقى من الافلام كلها، وعرفنا ان في حاجه اسمها انكر بينج، وعرفنا ان وولفرين ده شخصيه مهمه جدا في العالم بتاع اكس مان. ازاي اكس مان هم السبب في وجود دكتور فان دوم؟ زي ما انا قلت لكم، بيست اللي هو واحد من اذكى الشخصيات اللي في اكس مان قال لتشارلز اكزيفير، قال له طب مش مثلا ممكن تكون الابسولوت بوينت ان السنتينلز دول لازم حد يصنعهم؟ طيب لو الشخصية اللي المفروض صنع السنتينلز مش موجود، ايه اللي بيحصل بقى في المالتيفيرس؟ وايه مين اللي ممكن الشخصية اللي اليونيفرس ده يتبني عليه عشان يعمل سنتينلز؟ فاكرين في التريلر بتاع افنجرز دومز داي بتاع الاكس مان شفنا سايكلوبس وهو بيصرخ وبيرفع راسه لفوق، وفجأة بنشوف وراه رجل سنتينل، وكلنا عارفين السنتينل ده مين اللي بعته؟ دكتور فان دوم. فتخيلوا معايا رجوع الاكس مان لورا خلاهم السنتينلز ما تتبنيش، ولكن انت لما بترجع لورا وبتغير في حاجة
في حاجه اسمها ابسولوت بوينت الانشنت وان قالت لنا عليها في مسلسل وات اف، كانت بتشرح لدكتور سترينج انت مهما رجعت بالزمن لورا وغيرت حاجه، في حاجه اسمها ابسولوت بوينت لازم تحصل في الزمن، عشان الزمن بتاعنا ده هو مرسوم بالطريقه دي وهو معمول بالطريقه دي. زمن الاكس مان كان لازم ينتهي، لازم ينتهي، هيجيله وقت ما وينتهي. انتهى مره بالسنتينلز وهم رجعوا وغيروا كل حاجه، انتهى مره بموت وولفرين، وبرضه ديدبول راح دور على وولفرين في عالم تاني في مالتيفيرس تاني وجابه في المالتيفيرس ده عشان يحميه من انه يموت. فدي تاني مره انت بتحاول تنقذ فيها برانش او تنقذ فيها عالم بيموت. هنا بقى في السنتينلز وقت ما انتوا الشخصيه الدكتور اللي المفروض كان هيبني السنتينلز مش موجود، المالتيفيرس ساعتها بيعمل ايه؟ بيسويتش اب، بيغير حاجات. زي ما وولفرين طلع قدام في المستقبل وفجأة لقى ايه ده، جين جراي عايشة، سايكلوبس عايش، ازاي مش هما ماتوا؟ ما انا لما غيرت حاجة ورا طلعت قدام لقيتهم عايشين. طب لما انت رجعت وغيرت الدكتور اللي المفروض كان يبني السنتينلز، والسنتينلز دول لازم يتبنوا، لازم حد يبعتهم عشان يقتلوا الاكس مان، مين بقى اللي ممكن شخصيته تتغير في اليونيفرس ويبقى دكتور فان دوم بدل ما يكون ايرون مان، والماضي بتاعه يتغير، بدل ما الستاركس هاورد ستارك يتبنى فيكتور فان دوم علشان يبقى توني ستارك؟ ايه يا عمر يتبنى؟ ما هو انتوا لو ركزتوا برضو شوية هتلاقوا ان ايرون مان توني ستارك لما رجع بالزمن لورا وقابل ابوه هاورد ستارك واتكلم معاه وقال له احنا في سنة كام دلوقتي؟ هو ماشي، طب احنا في السنة دي، يعني انت بتقولي مراتك حامل في الشهر الكام؟ قال له بطنها حوالي حاجة قد كده. طب ازاي انا ما بتولدش في الوقت ده؟ ازاي انت بتقولي انا في بطن امي دلوقتي وانا ما بتولدش في الوقت ده؟ دي ليها حاجة من الاتنين، يا اما رجوع وغير في المالتيفيرس فغير فاتولد في وقت ما، وقت مختلف، يا اما اللي المفروض والمتوقع اللي يكون حصل ان رجوع افنجرز بالزمن لورا ورجوع الاكس مان بالزمن لورا غير في الماضي، وبدل ما يبقى هاورد ستارك يروح يتبنى شخصية اسمها فيكتور فان دوم ويتبناه ويخليه توني ستارك، فيكتور فان دوم ده كبر وبقى فيكتور فان دوم وبقى دكتور دوم وهيتحكم في العالم كله. وهنا بقى نكون انتهينا من عالم الاكس مان. قولوا لي بقى في الكومنتس انتوا ايه رايكم في عالم الاكس مان اللي بتتفرجوا عليه بالترتيب، عشان افلام اكس مان كلها بجد حلوه قوي يا جماعه. انا من بعد ما اتفرجت عليهم انا ازاي كنت حاسس ان انا اتفرجت عليهم هم حلوين جدا، ما حسيتش بحلاوه الافلام دي غير لما انا عدت الفرجه عليهم تاني. فاتفرجوا عليهم تاني وبقولوا لي في الكومنتس انتوا ايه رايكم في افلام اكس مان كلها، وايه رايكم في الفيديو ده، وايه رايكم في الثيوري بتاعتي ان السنتينلز اصلا المفروض كده لازم يتبنوا، فلازم حد يبنيهم، فمين اللي هيبنيهم؟ فيكتور فان دوم. وهنا نقطه تغير في الزمن لما توني ستارك بدل ما يبقى توني ستارك بقى فيكتور فان دوم. اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده، وسي يو